فطارنا بقى النهارده لايق على الجو، حاجة كده تدفي كده في الشتا اللي احنا فيه ده، وبجد تحفة فطار مصري أصيل. النهارده هفت علينا كده نعمل حبة بامية كده حلوين، وشوية رز كده بتركاية حلوة هتعملوه وتجربوه تدعولي. وإن شاء الله تجربوا وصفات النهارده وتاخدوا منها فكرة وتعملوه بكرة إن شاء الله. بصوا اللحمة دايبة والبامية خطيرة، وشوية بقى إيه شوربة خضار تحفة جدا. اعملوا لايك وشير ويلا بسرعة على الطريقة والمقادير. بسم الله. أول حاجة كده معايا معلقة من الزبدة أو السمنة، ومعايا أي قطعة لحمة بقى انت بتفضليها وانزل بيها كده عشان تاخد صدمة، وكمان قطعة كده من الدهون. أول ما تاخد صدمة بقلبها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، افضلي قلبي فيها بقى عشان تاخد لون حلو. شوية بقى من الفلفل الأسود، ومش هحط أي بهارات خالص، وكمان الملح مش هحطه دلوقتي خالص لما اللحمة تستوي. أول ما تتشوح معايا وتاخد لون حلو قوي هنزل ببصلة وأنا كنت مفرزاها مفرومة، وبعد كده هنزل بورق لورا وكمان حبهان، وعديهم بقى عشان تطلعيهم قبل ما تضيفي البامية. تمام كده، وافضل اشوح فيهم لحد ما البصلة تاخد معايا لون حلو، وبنزل بمية كده تغطي اللحمة. طبعا انت عارفة سوى اللحمة اللي انت بتجيبيها. بعد كده بجيب طماطم معصورة في الخلاط ومعلقة من الصلصة أو معجون الطماطم، وانزل بيها بالشكل ده وتغلي غلوتين، واغطيها واسيبها على نار هادية لحد ما اللحمة تستوي وتتسبك. هنعمل مع بعض بقى شوربة خضار حلوة كده، بصلاية صغيرة مفرومة في حتة زبدة، وأي خضار بقى متفرز عندك، جزر وبطاطس وكوسة وبسلة وشوية من الكرفس كده، ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه بالشكل ده. وبعد كده ننزل عليهم بالشوربة، مكعب من المرق، ونقلبهم كويس ونخليهم على النار لحد ما يستووا معايا. بجيب طاسة فيها معلقة من الزبدة وانزل بيها بشوية من لسان العصفور، وابتدي احمره في الطاسة كده واشوحه لحد ما يوصل معايا للون الحلو ده. كانت بقى الشوربة استوت معايا بتاعة الخضار، بروح نازلة عليها على طول بلسان العصفور زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، واحط الملح، اظبط الملح وشوية من الفلفل الاسود، وهتغلي معايا غلوتين وهغطيها واطفي عليها لان خلاص الخضار استوى. احنا بس هنسوي لسان العصفور. هنعمل بقى رز ابيض عادي خالص، بس بتركايه بسيطه هتخلي طعمه حلو. انا هنا بضيف لمقدار الرز بتاعي كوبايه من الحليب، يعني انا عامله 3 كوبايات من الرز، بحط كوبايتين من الميه وكوبايه من الحليب، وبحط الملح بتاعي، وطبعا قبليها معلقه سمنه او زبده. وبعد كده بنزل بالرز المغسول، وعادي بتسويه عادي جدا زي اي رز. هنا خلاص اللحمه استوت معايا والطماطم اتسبكت، هنزل بالباميه بتاعتي. انا هنا الباميه دي جايباها من بره متفرزه لان ما كانش عندي. تمام، وهنزل عليها بشويه من الميه واديهم تقليبه ميه سخنه طبعا. وكمان بنزل بمعلقه كبيره كده مليانه من الثوم المفروم على فلفل حامي، وبظبط بقى الملح، احنا ما كناش حطينا ملح خالص. وبحط كمان شويه فلفل اسود، ومش بحط حاجه تانية. هسيبها تغلي غلوتين واغطيها وهدي عليها لحد ما تستوي. بصوا بقى الرز استوى معانا بقى مفلفل، وعايزه اقول لكم ريحته جايبه اخر الشارع. جربوا التركه دي هتعجبكم. بصوا الباميه عامله ازاي، شايفين شوربه الخضار وكمان الرز تحفه كده. ريحه الاكل بتفكرك بالزمن الجميل كده بتاع زمان، واكله بتدفي في جو الشتاء ده، وطعمها في منتهى الجمال. هنغرف الرز بقى بتاعنا في قالب يكون شكله حلو كده، واظبط بقى الرز كده في القالب واحطه في الطبق. بصوا بقى الجمال، شوفوا لي بقى الحلاوه بتاعه الباميه واللحمه دايبه دوبان كده، وطعمها في منتهى الجمال. ظبطت بقى الطبق بتاعي، بصوا الجمال، اكله كده تفتح النفس. ايه رايكم بالجمال ده؟ يلا بقى عايزاكم تاخدوا افكار كده وتطبقوها، وان شاء الله تعجبكم. وكمان عايزه اقول لكم ان شوربه الخضار دي فظيعه، ولسان العصفور مش بيشرب الشوربه ولا حاجه لان احنا بنديله غلوتين وبنطفي عليه. بالف هنا وشفا لكل اللي يجربوا. بس كده.